حتى كم مرة ضربتنا وضربنا قدامها. هو يرد يضربكم اليوم مرة ثانية؟ ايه سيدي ضربته بالسكينة، اثنين ثلاثة بالسكينة ضربته. شلون بالسكين؟ حيل هيك طبر. طيب قلبي، مثل ما شفت بالجزء الاول الاعتراف اللي قالته المجرمه عذراء الجنابي، هسه راح احنا وياكم نشوف شقيق موسى احمد ولاء شنو قال وشنو اعترف بخصوص الجريمه، فخليكم ويانا، حطونا لايك واشتراك بالقناه، تفعلون جرس الاشعارات، راح نعطيكم الجزء الثالث ايضا، ففعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم اشعار وقت النشر حتى تبين عندكم الحقيقه بالكامل. قتل الطفل البريء موسى ولاء. ابوك من يجي مثلا يشوف اثار بيك وباخوك ما تضرب ما يسالكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع؟ لا ما يسالنا. يعرف هي تعذبكم؟ سيدي حتى كم مرة ضربتنا وضربنا قدامها. هو يرد يضربكم اليوم مرة ثانية؟ جابت اول شيء صاحتها وقفتها بالمطبخ، مكان المطبخ، جابت قوطية مال ملح حطتها بعينه، المرة هذه تحطها بعينه، حطت شوية بعينه، قام هيك هو يفرك بعيونه، قام يحرق، نبا جابتها وحطتها بحلقه، تعبي بحلقه وترجعي ورا، قال ماما راح تقيأ اني، تقول اذا تقيأته قلت لك واحط لك بعد، تقيأ تقول يلا ارجع اكله، يرجع هو ياكله، هنا على ايده سيد وهاي ايده ذني ترى محتاجات. بشنو؟ حرقت على الطبخ. شلون؟ شالتها هي سيدة قوية. انا ابويا ما يقدر لها، ابويا ضخم وهاي ما يقدر لها، جابت ايده شالته وحطته هيك حيل على الطبخ، هو قام يصيح. هاي الخشبة وين راحت بعدين؟ هاي سيدي من انكسرت حطيتها على المجمدة، كان بصفر المجمدة، فانا ايش سويت؟ انقهرت عليه لان اخويا بعد شمرتها ورا المجمدة، خفيتها ضميتها حتى بعد ما تضرب بي. يعني مو هي ضمتها، لان احنا من جينا نبحث دورنا ما لقينا بالبداية، بعدين انا سيدي ضميتها. هاي انت ضميتها؟ على مود تظل تضرب بي ورا المجمدة، دفعتها حيل بدون اي ما تدري. والله سيدي شكو خشبة شكو عودة بالبيت كسرتها على ظهره. بعد اكو اثار براسه قوية فتحة، شنو؟ اي سيدي اكو لنا ثلاثة، هنا واثنين ورا. شنو ذنب بيش؟ هاي اللي هنا سيدي ضربته بالسكينة، اثنين ثلاثة بالسكينة ضربته. شلون بالسكين؟ حيل هيك طبر، طبرات الطبر بالسكينة هنا وهنا. شلون؟ شلون ياكل ويشرب العاد؟ انا كنت اطي بدون ما تدري، تطب حمام، هي تصعد غرفتها بالاستقبال، غرفة الاستقبال هول، تعال هاك لأن كل على السريع قبل لا تشوف امي. انت شلون عرفت بي توفى الله يرحمه؟ نفس ماكو، عيونه صار بيض، قلت له ماما ترى مات، قالت لا كذاب دا يمثل، تضرب بيه، قال يلا قوم دا تمثل. انا بهاي الاثناء كان على رجلي، كان يمي مي دا صحي، اذب عليه ماي، ما اعرف شو اسوي، تخبرت يعني بس اريد اصحيه، اريد يقوم، شلون ما اعرف. وش صار؟ هي جت شافته الوضع طبيعي، التعبر من يمس تسوي غدا والوضع طبيعي كل شيء ماكو. ليش هو بيش ساعة هذا الحكي قطع النفس؟ قطع النفس الساعة ب11 وبثلاثة يلا خبرت ابوك؟ ل3 تحرق القلب تسوي غدا والوضع طبيعي والجهال دا يلعبون وكل شيء ماكو. عبالك كل شيء ماكو، وضع طبيعي وانا قاعد بصفه بس اريد اصحيه. وتالي عرفته مات؟ ايه يعني اخوك مات على رجلك؟ ايه. انتوا وين عادة تسبحون؟ احنا؟ ايه؟ انا سيدي بالحمام، واخويا هاي الشهرين 3 قامت السبحة بالطامة برا. زين، وتلبسه ملابس شتوية هم شفنا بالصور. شتوية صحيح. ليش؟ شنو السبب؟ على مود الاثار البي ما تبين، لان طويل حمود ما تبين اثار البي. زين، هنا اريد اسالك سؤال. خلينا نجي لسالفة ابوك، خابرتوه جاه واخوك ميت متوفي الله يرحمه. شنو اللي صار بين الام والاب؟ الام سيدي كانت قاعده على الدرج، هو اجى لا شافه ولا داسه ابد، باع عليه هذا الطفل ميت. هي بكل برود وبكل صلافه يلا عادي روح دفنه، ايش تسوي له بيده؟ يلا عادي روح دفنه. وجاء شاف ابنه الدود ياكل بيه، ايش سوى؟ ما سوى شيء، كل برود يمثل حقك بروحه وعود انا دابكي عليه، ودمعه ماكو، والله دمعه ماكو، والله وجنة. شنو هذا اخوك؟ شو
يعني الام تقتل بيه والاب هيك، يعني شنو السبب؟ السبب سيدي على شغلات خاف بسيطة. يعني عنده شيء مسوي شيء لو وكح؟ لا بس لو سيدي، شنو؟ لا حال احنا حالنا حال اي جهال، اي بشر ناكل ونشرب، بس الا هنا انا ابغى بيت، هي ببيتها. ايه جهالها الاثنين البقيه إيه. هم كانت تضربهم؟ لا سيدي، معاملتها وياهم تختلف عن معاملتنا. هذا تفرق حيل. اللي صار هسه والتعذيب، اريد اسالك انت قريب على الحدث، ايه شنو سببه؟ مثلا تكره امك؟ شنو ليش؟ اي سيدي تكره امي حيل حيل حيل.